عارف انك مش حر زي ما انت فاكر. الحقيقه الصدمه ان في سيستم خفي هو اللي بيقرر لك تاكل ايه وتصرف فلوسك فين، وحتى ازاي تضيع وقتك وانت مجرد منفذ. السيستم ده هو اللي بنسميه قوه العاده. الكاتب تشارلز دويك في كتابه العبقري قوه العادات كشف لنا ان حياتنا مش مجرد قرارات، دي دوائر متبرمجه جوه عقلنا. وعشان كده جمعت لك اهم 10 قواعد من الكتاب ده هيعرفوك ازاي تفك الشفره دي وتمسك ريموت حياتك من تاني. أول قاعدة، افهم مثلث العادة. أي سيستم خفي بيبدأ بإشارة زي الجوع أو الصداع، وده بيجر وراه الروتين وهو الأكل أو السيجارة، عشان يوصل ليه بقى؟ يوصل للمكافأة وهي الشعور بالشبع أو بالراحة. لو فهمت المثلث ده هتمسك أول خيط للتغيير. تاني قاعدة، ما تحاولش تمسح العادة، استبدلها. العالم ما بيعرفش يمسح برنامج قديم لكنه بيعرف يبدله. حافظ على الإشارة والمكافأة وغير الروتين اللي في النص بس لحاجة صحية. يعني لو خدت بريك استبدل الروتين اللي كان سيجارة مثلا لمشروب صحي. تالت قاعدة، دور على العادة المحورية. في عادات مفترية لو غيرتها بتعدل باقي يومك، زي الرياضة مثلا. لو بدأت بيها عقلك تلقائيا هيخليك تختار أكل صحي وتنام بدري. رابع قاعدة، جهز المسرح لنجاحك. عايز تنزل تجري الصبح، جهز الطقم والكوتش جنب السرير. انت كده بتعمل إشارة بصرية قوية لعقلك ما يعرفش يهرب منها أبدا. خامس قاعدة، صعب العادة الوحشة. عايز تبطل موبايل قبل النوم، اشحنه في أوضة تانية. لما تخلي الإشارة بعيدة عن إيدك عقلك هيكسل يعمل الروتين البايخ ده. سادس قاعدة، سياسة الخطوات الصغيرة. ما تبدأش بساعة رياضة، ابدأ ب5 ضغط بس. النجاح الصغير ده بيدي عقلك مكافأة دوبامين تخليه عايز يكمل أكتر بكرة. سابع قاعدة، توقع فخ الانهيار. السيستم القديم دايما بيستنى اللحظة اللي تكون فيها تعبان أو مضغوط عشان يرجع يسيطر عليك. القائد الشاطر ما بيعتمدش على قوة إرادته وهو مرهق، لكن بيكون مجهز خطة طوارئ بديلة تنقذه لما طاقته تخلص. تامن قاعدة، كافئ نفسك فورا. عقلك طفل ما بيحبش الجوائز البعيدة. لو خلصت شغلك الصعب كافئ نفسك بحاجة بتحبها دلوقتي عشان العقل يربط بين المجهود وبين المتعة. تاسع قاعدة، دايرة الصحاب عدوى. لو صحابك كلهم عاداتهم بايظة غصب عنك هتبقى زيهم. السيطرة بتبدأ من انك تحوط نفسك بناس عاداتهم هي اللي انت تتمناها لنفسك. عاشر قاعدة، انت المهندس مش الآلة. بطل تتعامل مع يومك كأنه قدر محتوم. اول ما تلمح اشارة لعادة سلبية اعمل بلوك للروتين فورا، وقول لنفسك لا، المرة دي انا اللي هختار. احنا اللي بنصنع عاداتنا في الاول، وبعد كده عاداتنا هي اللي بتصنعنا. راقب السيستم بتاعك النهارده وشوف موديك لغايه فين، للنجاح ولا للهاويه. لو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان لسه مكملين في سلسله ال100 كتاب اللي هيغيروا حياتك. وقول لي في الكومنتات دلوقتي ايه اكتر عاده اوتوماتيك بتعملها في يومك ونفسك تغيرها.